السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مذاقات جديدة. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتستمتعوا بمشاهدة الفيديو للآخر. حكمل معكم سلسلة تجهيزات رمضان، واليوم حنعمل طريقة عمل الحليب المكثف والقطر أو الشيرة اللي بنستخدمها في حلويات كتير في رمضان، وهحكي لكم كمان كيف نحتفظ بالحليب المكثف لفترة طويلة. وحيكون عنا الحليب المكثف مثل الحليب المكثف الجاهز اللي بيكون في السوق، بس حيكون بتكلفة أقل وحيكون جودة أحسن. والقطر أو الشيرة هعملها معاكم كمان، حتكون كثفتها مثل العسل الطبيعي. حنبدأ بطريقة عمل القطر. عنا طنجرة بنضيف فيها 3 كاسات من السكر، وبنضيف عليهم 2.5 من المية، وبنضيف عليها نص عصير ليمونة. بنحطهم على الغاز على درجة حرارة عالية، بس يغلوا عنا بنوطي الغاز وبنتركهم لمدة تلت ساعة. هيك بتكون كثافة القطر عنا بعد ما يجهز بتحسوا انه سائل ومايل الى المية، لكن بعد ما نتركه يبرد تماما بتصير عنا كثافته بهذا الشكل. وممكن نعمل الكمية القطر أو الشيرة كمية مضاعفة ونحطها في علب ونحطها بالثلاجة، بتضل عنا لمدة 2 أو 3 ما بصير عليها أي إشي. شايفين كيف قوام وكثافة الشيرة؟ مثل العسل بالضبط، ما بتكون عنا سائلة كتير ولا بيكون عنا القطر جامد كتير. الحليب المكثف حيكون في عنا شاف الخلاط الكهربائي، بنضيف فيه كاسة واحدة من الحليب، وبنفس الكاسة بنضيف كمان كاسة من السكر، وبنضيف عليها كمان 3 مثلثات من جبنة المثلثات، وظرف من الفانيلا، وظرفين من الكريمة البودرة، وطبعا بنفس الكاسة بنضيف كاسة مية. بنخلطهم في الخلاط الكهربائي لمدة 5 دقايق، وهيك أصبح عنا الحليب المكثف جاهز من غير نار أو أي غلبة. هيك أصبح عنا كثافة الحليب المكثف بعد ما حطيناه في الثلاجة لمدة نص ساعة. بعد هيك بنقدر نستخدمه على أي حلو من الحلويات، وكمان ممكن نضيفه مع الشاي. طبعا انتوا عارفين انه الحليب المكثف سعره غالي وكميته قليلة كمان لما بنشتريه، فاحنا بكاسة حليب واحدة عملنا كمية حليب مكثف كبيرة، وممكن نحتفظ فيها في الفريزر لفترة طويلة، وبعد ما نطلعها حيكون عنا كثافة الحليب ممتازة، مش حيجمد عنا ولا حيتأثر. اما في الثلاجة لو حطيناه فحيقعد معنا مدة اسبوع في الثلاجة، بشرط انه يكون المرتبان اللي حطينا فيه الحليب المكثف معقم. ولازم كمان لما نستخدم الحليب المكثف نستخدم الملعقة عشان ما يتلوث عنا الحليب ويخرب. أتمنى تكون تجهيزاتنا لرمضان أعجبتكم، وإن شاء الله تجربوها، وأتمنى لو أعجبتكم تكتبوا رأيكم في التعليقات. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.